ده طاجن فخار صعيدي، بحب اعمل فيه الطشه للباميه او للملوخيه الخضراء. يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عشان تعملي الويكة الصعيد الصح لازم تكون الباميه تكون من اللون الاخضر ده. اللون الاخضر ده هو المسؤول ان يطلع لك الويكة بالخضار والجمال اللي هو المفروض تبقى عليه. هنقمعها كده وهنبدأ نقطعها. شايفين التقطيع هيبقى الرفيع ده. لما تقطعيها او تخرطيها رفيع كده هي اللي هتخلي الويكة طعمها حلو قوي. مش هتاخد سوا كتير على النار، مجرد غلوة واحدة او غلوتين بتلاقيها استوت وبتفضل محتفظة باللون الاخضر بتاعها. يبقى عشان اهم حاجة في الويكة الصعيدي انك لازم تقطعيها كده، تخرطيها كده. هنخرطها كده. الويكة الصعيدي دي من احلى الاكلات. شايفين قرن الفلفل ده بنخرطه برضو زيها. انا هعمل كمية مثلا طبقين، فطبعا مش هعمل كل الكمية اللي قدامي دي. انا باخد قرن الويكة اللي هو الاخضر خالص، مش عايزة فيه النقطة الحمراء. زي كده هنخرطهم كلهم وهنشوف. انا خرطتها كده رفيع قوي، خلصت الكمية اللي انا محتاجاها تعمل لي طبقين، وخرطت عليهم قرن فلفل اخضر عشان يديها طعم. علشان نعمل البامية الصعيدي او الويكة الصعيدي صح، يبقى هنفرم بصلة صغيرة كده فرم ناعم، ومعاها مكعب مرقة، ومعاها نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة كزبرة، 3 فصوص توم، والملح. دول كلهم هننزل بيهم في الشوربة. الشوربة ممكن على فكرة تعملي شوربة أرديحي خالص، يعني مش شوربة لحمة ولا فراخ، انتي تعملي الشوربة بنفسك. وانا دلوقتي ما عنديش شوربة فهعمل لها شوربة مخصوص. شوربة البامية اللي هي الأرديحي، مية عادية اهي بتغلي، هنزل بيها بكل الحاجات اللي انا قلت عليها. هسيبها تغلي غلوة واحدة بس. البصل والثوم المفروض ما يغلوش في الويكة الصعيدي غير غلوة واحدة، وهنزل بقى بالويكة. بصي بقى يا ست الكل، هنزل كده بالويكة، خليتها غليت مرة واحدة، وهنزل بالويكة برضو. الويكة ما تغليش كتير، الويكة طبعا ما تغليش كتير في الشوربة، يدوب غلوتين. احنا مقطعينها رفيع قوي عشان هتستوي بسرعة. اهي اي ريمة من فوق اشيلها، اهدي اوطي النار طبعا عشان ما تنزلش على البوتاجاز. هي كده غلت مرتين. طبعا المفروض احنا في الصعيد كنا بنعملها بحاجه اسمها المفراك، بس للاسف ما عنديش هنا، فانا هفرمها عادي في الكبه، ويا دوبك فرمه او فرمه ونص. هفرمها فرمه ونص بالظبط، مش هزود اكتر من كده، عشان لو زودت اكتر هتبقى ناعمه قوي وما بتبقاش حلوه. الفرمه ونص هتفرمها فرمه وسط حلوه جميله، بالهاند بلندر بالكبه براحتك. انا هعمل الطشه في الطاجن ده. ده طاجن فخار صعيدي، بحب اعمل فيه الطشه للباميه او للملوخيه الخضراء. بيخلي الريحه بتاعتها حلوه قوي وطعمها كمان. هنزل بحبه فلفل اسمر، وهنزل بمعلقه كزبره.
بص التوم كده، هو ده الدرجة اللي انا عايزاها. وهنزل بقى بالبامية عليه. في الطاجن. شايفين لونها؟ شايفينها حلوة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. دي احلى بامية صعيدي ممكن تاكليها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. انا حطيتها في الطاجن عشان تاخد من طعمة الطاجن، وهنقولها تاني في الحلة. اللهم بارك، طعمها وريحتها رهيبة. احنا كده في نهاية الفيديو. ادي الويكة الصعيدي الحلوة، وادي طبق بتنجان مخلل بالدقة والثوم والهريسة الشطة مع حبة فلفل مقليين. هندوق كده احلى طبق ويكة صعيدي. على فكرة دي الويكة اللي هي اللي بتتعمل كده في الصعيد. هندوق كده سوا. بسم الله. بجد تسلم ايدي. ما تنسوش الاشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللايك الحلو من ايديكم عشان اكبر معاكم وبيكم ان شاء الله. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم.